مرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيناكم بوصفة خفيفة وبنينة، سوفلي بعجينة قطنية، سوفلي ولا اروع. صدقيني اذا جربتها هذه الوصفة راح نأكد لك راح تعتمدي عليها وما راح تبدلها. نروح لطريقة تحضير السوفلي تاعنا. بسم الله. طريقة تحضير العجينة تاع السوفلي: نحتاجو 2 كيسان حليب دافي، معاهم نص كيس زيت زايد شوية، نص كيس زيت زايد شوية، معاهم ملعقة كبيرة معمرة خميرة الكسرة، معها نصف، أكثر من نصف بشوية خميرة الكسرة، معاها ملعقة كبيرة سكر ماهيش معمرة ياسر، معاها ملعقة صغيرة وشوية ملح. نخلط المكونات تاعنا مليح، نضيفوا الفرينة تدريجيا لنتحصلوا على عجينة ما هي يابسة ما هي طرية ياسر، عجينة مثل عجينة البيتزا. نغطيوها، لازم نحطوها هنا في مكان يكون دافي، ترتاح مدة ربع ساعة ولا أكثر. ديجا نلقوا حجم العجينة تاعنا الضعف، كي نلقوها الضعف هنا تكون نستعملوها. نروحوا لطريقة تحضير الحشو تاعنا. الحشو تاعنا نحتاجو بصل مقطع رقيق، زرودية مرحية، ثوم، طماطم مرحية، شوية هريسة اختياري، شوية زيت، فلفل أخضر مقطع اختياري، تقدر تديري فلفل أخضر حار ولا فلفل حلو مقطع رقيق. تقليهم مليح، معاهم الطماطم مكعب مقطعة رقيقة باها بالقشرة تاعها، تقليهم مليح مليح. تزيدي شوية فلفل أسود وتقلي. تزيدي ميز فنجال صغير مسخون وتخليهم لين يطيبوا ويتقلوا مليح. تضيفي لهم 2 مغارف صغار ونص عكري وشوية راس الحانوت وتخليهم يتقلوا مليح. هنا تكوني عندك بيضة غليتها في الماء، بعد ما تطيب ترابي البيضة بالراب وتخلي الخليط تاعك تاع الحشو يطيب مليح. بعد ما يطيب نحطوا فيه زيتون أخضر كنا قطعناه. وهنا أنا استعملته بالطون، إذا ما عندكش دجاج تقدري تستعمليه بالطون، صدقيني يجيك قمة في البنة. نحطوا علبة طون تاع زيت، نحطوها في الخليطة دي نخلطوها مليح. نحطوا شوية فرماج رابي بعد ما يطيب الخليط تاعنا. وهنا نخلو الخليط تاعنا يبرد. نجيبوا السفلي تاعنا نحلوه كيما موضح في الصورة، نحط فيه الحشو ونحط فيه الفرماج، ندهنه بالفوق من العظام ونحط فيه السينوج وندخلوا الكوشة يطيب. بعد ما يحمر من تحت تشوفيه بدا يحمر من الجوان، بنشعل عليه من الفوق. وما بقالي غير نقول لكم بون ابيتي. مرحبا بكم، ان شاء الله تكون